بني ملال. بني ملال قول. السلام عليكم اخواتي اخواني المشاهدين. اليوم حنا في هذا الفضاء الجميل غادي نعاودوا لكم على القصه ديال الاسم ديال عين سردون. هذا الاسم اللي تشهرت به هذه العين الى يومنا هذا داخل وخارج ارض المغرب. تبدا القصه في القرن 18 اللي كانت فيه العمله الحسنيه، العمله المتداوله اللي سكها السلطان الحسن الاول سنه 1881، حيث كان واحد السيد امازيغي هو والزوجه ديالو يسكنوا في واحد القبيله جنب نهر واد العبيد اللي بعيد على بني ملال 66 كيلومتر، اللي دايز من حدا ويزغت ويقلي مازيلال. وبحكم المناطق اللي تيسكن فيها غير صالحه للزراعه، ومصدر العيش ديالهم هو الرعي ديال الغنم والماعز، اللي بدورهم تيستافدوا من الصوف ديال الغنم والشعر ديال الماعز في الصنع ديال الزرابي والاغطيه والالبسه والخيام. وفي وقت الدزازه اي قص الصوف ديال الغنم هبطوا للواد هو والزوجه ديالو وبعض الجيران للغسل ديال الصوف في الواد والتنشيف ديالو. في العشيه لقى كميه كبيره ديال الصوفه ناقصه، وقال مع راسو يمكن التيار المائي اللي دا الصوفه، وما عطاش الامر اي اهتمام. واحد النهار نزل لبني ملال اللي كانت بدورها عباره عن تجمع قبلي يتكون من ولاد سعيد ومغيله وولاد عياد وولاد حمدان. هبط باش يشري بعض الاغراض الخاصه من السوق، ما تيسمع الا الحديث عن الصوف اللي خرج من العين، ومن باب الفضول بقى تيسول ويستقصي الاخبار حتى لقى واحد السيد معرفه ديالو وطلب منه يجيب ليه شويه ديال الصوفه اللي خرجت من العين باش يستبرك منها ويديها لافراد القبيله ديالو باش حتى هما يستبركوا منها. وملي جاب ليه شويه منها تعرف عليها باللي ديال الغنم ديالو وسكت وما خبرش حتى واحد، حتى الصديق ديالو ما خبروش، ورجع لقبيلته وبات في حيره من امره وما خبرش حتى مراته. الصباح بكري مشى للمكان اللي كانوا تيغسلوا فيه الصوفه، وبعد جهد وعناء ديال النهار كامل لقى واحد الفجوه صغيره تيدخل منها الماء للجبل، وتما طاحت عليه الفكره باش يسد هذيك الفجوه. وبالفعل في اليوم الموالي جاب الحجاره والبقايا ديال الصوف اللي ما الغير لائقه وسد بهم هذيك الفجوه، وهبط للقصبه اللي بجانب عين سردون اللي كانت تتسمى قصبه بالكوش باش يستقصي الاخبار واش فعلا الماء تقطع ولا لا. وتما وجد القبائل بثلاثه اللي كانوا كيستافدوا من العين، بحيث ولاد سعيد كانوا تيستافدوا النص ديال الماء ديال العين عبر ساقيه مظهر والحربوليه، ولاد عياد كانوا تيستافدوا بالربع عبر ساقيه فوغال، ومغيله كان تيشيط لهم الربع الاخير عبر المغيريه. وتما وجد القبائل بثلاثه في راس العين بحال الحوت بلا ماء، ظاهره عليهم علامه الحزن والغضب بسبب انقطاع الماء عليهم فجاه وما عارفين السبب. اما القبيله ديال ولاد حمدان للتعريف هي كانت تستافد من العين ديال تامكنوت، ما كانش عندها حق في عين سردون، والماء ديال تامكنوت كانت تشرب منه حتى الوسط ديال القبيله ديال بني ملال. وهنا قصد الزاويه اللي تسمى الان الصمعه، وطلب من احد شرفاء الزاويه باش يمشي معاه عند الاعيان ديال البلاد ويحمي راسو لان الامر فيه خطوره على حياته. وهذاك الشريف اللي رافقه في هذيك الوقت تيتسمى الكاسي، بمعنى ستر وغطاء وحمايه للمرافق ديالو حتى يرجع للاهل ديالو سالم. ومنين لقاه بالاعيان خبرهم باللي عنده القدره الخارقه على ارجاع الماء الى مجراه، وطلب منهم فديه العين، وهي عباره عن بغل بالامازيغيه الاسم ديالو هو اسردون، تكون فيه جميع المواصفات لان كان هو الوسيله الوحيده ديال التنقل في الجبال الوعره. يصيبوا عند راس العين محمل بواحد جوج ديال الاكياس عامرين بالعمله الحسنيه. ومن تما قام البراح وبرح في جميع القبائل بانهم غادي يجمعوا كل واحد غادي يعطي واحد النصيب اضطراري ماشي اختياري باش يجمعوا لهذا السيد هذا في الرجوع ديالو باش ياخذ الفديه ديال العين ملي غادي يطلق لهم الماء ديال العين. ومن بعد اسبوع رجع الماء للعين ورجع الشريف وخذ الامانه ديالو، وفي الطريق ديالو للقبيله تعرضوا ليه قطاع الطرق وسرقوا ليه رزقه وقتلوه، ومات السر ديال الفجوه اللي كان تيجي منها الماء للعين حيت ما خبر حتى شي واحد
لا الصديق ديالو. وهذا السر هذا بقى مدفون، مابقاش ما عاودوش لا للزوجه ديالو ولا لتا شي واحد، وبقات هذه السميه هذه ديال عين اسردون. اذا اسردون هو البغل باش كانوا فداو هذيك العين، وبقات السميه الى يومنا هذا. والمرجح لتاكيد هذه القصه هذه هو فاش تكون الرعده حدا الواد ديال العبيد تيخرج الماء باللون ديال التراب، نفس اللون اللي تيكون في الواد كما تلاحظوا معايا. وكاينه فيها واحد الظاهره اخرى اللي كل شيء كان تلاحظها حتى الزوار اللي كاينين في هذا الوقت الحالي اللي تيمشيو، ان في وقيت الصيف ما يمكنلكش تخلي رجليك في الماء، بارد بزاف، وفي وقيت البروده تيكون الماء سخون لدرجه انك تشوف البخار خارج منه. وفي النهايه نخليكم مع هذه اللقطات الجميله من هذه الحديقه الاسبانيه اللي تنتواجدوا فيها حاليا. وعلاش لا ولما لا حتى حنا في المدينه ديالنا نعتنيوا بالحدائق ديالنا ونجيبوا حتى حنا طيور ونجيبوا بزاف د الحوايج اللي غادي يجيبوا لينا بزاف ديال الزوار وبزاف ديال السياح اللي غادي يكون عليه فضل كبير على البلاد. واقول قولي هذا واستودعكم الله والى حلقه قادمه.